هنعمل طريقتين من القرنبيط، بس لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. هنعمل طريقة قرنبيط، طريقة مقرمشة جدا كريسبي خالص. هنمسك القرنبيطة هنقطعها تقطيع كبير كده، وبعد كده هنمسك القلب بتاعها من فوق هنقطعه كده بالسكينة علشان المية تخش فيها وتتسلق كويس. وبعد كده هنشطفها شطفة كويسة قوي. وبعد كده هنعلق على المية على النار، وهنحط القرنبيط كله علشان يتسلق مننا. انا حطيت القرنبيط، طبعا انا حاطه الميه طبعا بتغلي وانا بقطع القرنبيط. حطيت قرن فلفل، وهحط شويه ملح وشويه كمون وطماطمايه. طريقه جميله جدا كويسه، وبصراحه هنعمل طريقه تانية دلوقتي بصراحه هتعجبكم جدا. طريقه بانيه قرنبيط حلوه قوي. انا بقطع بطاطس بسلقها جنب القرنبيط. بالنسبه للولاد اللي ما بيحبوش قرنبيط، انا بحمر بطاطس كده جنب الاكله دي، وبحط شويه ملح وبعلق عليها على النار. اول طريقه من القرنبيط انا حطيت زي كوبايه ميه وحطيت دقيق. انا ولا بعملها خفيفه ولا بعملها تقيله. وبعد كده بحط بيضايه واحده بس عشان استطعم القرنبيط. عملت طماطم في الخلاط، حطيت شويه زي نص كوبايه، وحطيت توم وكركم وكمون وفلفل اسود وبهارات وملح. طريقة لذيذة جدا. وبعد كده هنحط الخضرة بتاعت القرنبيط وهقلبها كويس جدا. وبعد كده حطيت زي 3 معالق نشا، وحطيت ربع معلقة بيكنج باودر. نمسك بقى البولة التانية هنحط فيها دقيق، وهنحط فيها نفس كل البهارات اللي احنا حطيناها، كركم كمون بهارات فلفل اسود. وبعد كده هحط ذرة ملح، وحطيت نشا. وبعد كده همسك طبعا، بصوا انا عامله القرنبيطه عاملاها حجمها كبير، وهمسك زرعه كده صغننه يدوب اكتبها على قد اللقمه، وهقلبها كويس جدا. وهحطها بعد كده في الدقيق بالبهارات اللي احنا حطيناها كلها. وبعد كده في الزيت على طول. بصراحة طريقة جميلة جدا. انا حطيت هنا في الزيت ربع معلقة نشا علشان تقرمش معايا اكتر. دي طريقة حلوة قوي بصراحة. انا بعد كده بمسك كل اللي احنا عملناه، اللي هي البواقي بتاعت القرنبيط، انا بصراحة ما برميهاش. انا بمسك بقى بقية القرنبيط اللي انا مش هينفع اسلقه، بهرسه كويس جدا بالمعلقة بتاعت الهون او ايد الهون. وبعد كده بنزل عليها بطاطس بهرسها، وانزل شوية من الخلطة اللي احنا عملناها، واحط شوية خضرة، واحط شوية طماطم، وبحط بيضتين او 3 بيضات زي ما انت ما عايزه، وحط نفس كل البهارات اللي احنا حطيناها في القرنبيط في السائل، وذره ملح بس كده، وشويه شطه. دي بصراحه الطريقه دي بتعجبني اكتر بصراحه من الطريقه الاولانيه. وبعد كده بنقلي في الزيت. طريقه حلوه جدا بصراحه. وبجد بجد جربيها بجد والله العظيم، يعني هتعجبك جدا. هتقولي بجد انا اول مره اكل قرنبيط بالطريقه التحفه دي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ومتنسوش تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.